شو صلاة الفجر؟ قيام الصلاة. يقول والله ما استطعت أقوم صلاة الفجر. تعرف شو أقول له؟ فاجئ أنا بجواب. وش أقول له؟ ما استطعت. خلاص يا أخي نم. كيف نم؟ أنا متصل عليك عشان تقول لي نم؟ لا أنت تقول ما استطعت. طب وش سوي؟ ربي يكلفك بشيء ما تستطيعه. قال يعني شلون؟ قلت أنت تقول ما استطعت، ما دام ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خلاص ما تستطيع. يعني يدري انه مستطيع دكتور. أي معناه أنه مستطيع، بس هو لأن مستحيل أن الله عز وجل يكلفنا فوق طاقتنا. هذا ظلم، والله منزه عن الظلم. فما دام أنك أمرك الله بشيء معناه أنك تستطيع فعله، ولا كم. وإذا ما تستطيعه معناه مرفوع عنك التكليف. صح؟ يعني واحد مريض ما يستطيع الصيام، عليه ذنب لو أفطر؟ لا، ما عليه، بل قد يكون عليه ذنب لو أفطر، لو صام، لأنه بيضر نفسه. صح؟ لكن قضية واحد يقول ما أقدر أقوم صلاة الفجر، ما أستطيع، لازم تؤمن أنك تستطيع. فإذا آمنت بالاستطاعة بعد ذلك ممكن. أنا أقول إن الشرع فيه تكاليف شرعية وفيه أشياء يعني يتعب الإنسان فيها، لكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى لك الخير سهلها لك. القيام فيها تعب، فيها مشقة. أنت تقوم يا شيخ من إلى صلاة الفجر وأنت في يعني ما دمت إلا متأخر، وأحيانا يمكن برد شديد ومتلحف بلحافك، الأذان تسمع أقوم ما أقوم، في مشقة. صح؟ لكن في ناس يقومون، وفي ناس والله ما بفكر أصلا يقوم. صح؟ ليش هذا قام وهذا ما قام؟ ليش هذا اللي قام الآن وراح وصلى يعني يمكن هذا أقوى عضلات وذا ضعيف مسكين؟ لا، يمكن العكس. صح ولا لا؟ أما تشوف الآن كبار سن الواحد منهم يلا يمشي بحب الأرض يدب دبيبا وتلقاه ما تفوته صلاة. صح؟ وشباب في ما شاء الله في الجيم وفي الرياضة وشيء عدائين وما يقوم للصلاة. ليه؟ هذا سهلها الله عليه وهذا صعبها الله عليه بس. فأنت إذا أنت في طريقك إلى الله اعتصم بالله وسيسهل عليك الطريق.